خالي كرر انت وين كنت؟ ما تقول لي وين كنت؟ شنو هذا الاستلام؟ شنو هذا التسليم؟ شنو هذا الهدوء بالتحمل تحت الضغط؟ شلون قاعد تكسر خطوط بهاي الباصات السلسة؟ زين شلون قاعد تلعب باصات بينية بهذه الدقة؟ بصراحة عنده كل كرة بينية تقول اني احلى من الثانية. بصراحة ضغط اللاعبين على كرار ما يجيب اي نتيجة، يخرج من الضغط بكل سلاسة وبكل هدوء. ومن اهم استكشافات اجراهام بهذه البطولة هو كرار. يا جماعة هذا اللاعب وين كان؟ بس قولوا لي وين كان؟ بالدوري العراقي وما نعرف عنه شيء؟ هذا اللاعب يا جماعة يميل للتكامل بخط الوسط، يملك كل شيء بخط الوسط حتى يساعد الفريق بالاستحواذ ويخلي الكرة عندك اكثر فترة ممكنة. الرجال ما ينقص اي شيء بخط الوسط، يمتعك من تباوع عليه. واذا انت مفكر كرار جيد بس بالكرة، لا يا حبيبي، الرجال حتى بالقطع ما شاء الله عليه. مثل ما قلت لكم يميل للتكامل بخط الوسط. قاعد اشوف شلون قاعد يقطع الكرة بكل ذكاء. باختصار هذا اللاعب ما يتحرك حركة غلط، كل حركاته مدروسة ويعرف وين يروح وين يرجع. حتى بالدوري العراقي يا جماعة الرجال قاعد يقدم متعة منقطعة النظير. خلي اصدمك اكثر وانطيك عمره ومعلوماته الشخصية، لكن قبل لا اقول لك اتمنى تضغط على الزائد الاحمر وتقدر جهودي يا حبيب قلبي. وهسه نرجع نكمل. كرار نبيل عمره 27 عام وطوله 1.60 سنتيم. رجال يلعب لك مركزين، خط وسط مهاجم، ويلعب لك ايضا محور بوسط الملعب. حاليا يلعب بالزوراء ولعب مع القوة الجوية والطلبة والنجف. اتمنى من اجراهام ينطي فرصة اكثر، هذا اللاعب يستحق الاساسية بدون اي شك. وقبل لا اسالك السؤال، اذا نسيت تتابعني تابعني. سؤال الفيديو اليوم يقول كم تقيم كرار من 1 ل 10 بعد ما شفت هذا الفيديو؟ هل تشوفه يستحق الاساسية على شير والعمار؟ اكتب لنا بالتعليقات، ولا تنسى تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. في امان الله وحفظه.